كان هنالك رجلا كلما عاد إلى المنزل ضرب زوجته، فذهبت إلى أخيها تشتكي قائلة: يا أخي، ماذا أفعل؟ كلما عاد زوجي إلى المنزل يقوم بضربي وأنا لم أعد أحتمل، فجئت إليك كي تساعدني لأحل هذه المشكلة. فنظر إليها وقال: اذهبي واجلبي قارورة ماء من المطبخ. فذهبت، وعندما عادت وبيدها قارورة الماء أخذها منها وقال: كلما عاد زوجك إلى المنزل اشربي من الماء هذا، ولكن لا تبلعيها، أبقيها في فمك حتى يأكل ويقوم بتغيير ملابسه ويذهب إلى السرير. فعادت إلى المنزل ونفذت كل ما قال لها أخوها، فلاحظت أن زوجها لم يعد يضربها أبدا، ولكن الصدمة اقتربت القارورة على أن تنتهي. فذهبت إلى أخوها مسرعة وقالت له: أرجوك يا أخي، أخبرني ماذا وضعت داخل هذه القارورة، فلقد قاربت على أن تنتهي. فنظر إليها مبتسما وقال: لم أضع أي شيء داخل القارورة سوى الماء، ولكن كل القصة أنك تبقين فمك مغلقا عندما يعود زوجك إلى المنزل.